واش عمرك تساءلتي علاش الشباب اليوم كيتراجع عن العمل؟ علاش بزاف من جيل زيد كيقول ما بغيتش نخدم غير باش نعيش وصافي؟ اليوم غادي نفهموا الحقيقه بلا كذوب وبلا تعميمات. واش فعلا الجيل الجديد كسول ولا النظام اللي خاسر وما كيعاونش؟ في هذا الجزء الاول غادي نفهموا شكون هو جيل زيد. جيل زيد هو الناس اللي تزادوا تقريبا بين 1997 و 2012، ترباو وسط التكنولوجيا، الانترنت والشبكات الاجتماعيه. شافوا بزاف ديال التغيرات اقتصاديه، ازمه كورونا، ازمه ارتفاع الاسعار، التضخم، البطاله، اسعار السكن. يعني جيل كيعيش في ظروف مختلفة بزاف عن جيل الوالدين. الجزء الثاني مشاكل النظام اللي كيأثر على الشغل، أجور منخفضة مقارنة مع الغلاء، فرص الشغل محدودة خصوصا الوظائف اللي كتطلب خبرة كبيرة، ساعات العمل طويلة بلا مراعاة جودة الحياة. نظام التعليم ما كيجهز الطلاب لسوق العمل الحالي. بمعنى آخر المشكلة ماشي في الجيل، المشكلة في النظام اللي كيتعامل مع الجيل الجديد بطريقة قديمة. الجزء الثالث ثقافة ديال جيل زيد. بزاف من الشباب كيبغيو work life balance، ما باغيوش يخدموا غير باش يخلصوا الكرا والماكله. كتجيهم قيمة الفلوس ماشي الهدف الرئيسي، ولكن الجودة في الحياة والإبداع. هاد الثقافة كتخليهم يختاروا مشاريع صغيرة فريلانس ويخلقوا محتوى على الانترنت. الجزء الرابع ستوري تيلينج، مثال واقعي. ناخذ مثلا سارة 24 عام، تخرجت من لافاك، عندها ماستر، خدامة في وظيفة بدخل محدود، كل شهر كتخلص الكرا والفائض قليل بزاف. قررت تخدم في يوتيوب وصناعة محتوى باش تحكم في وقتها وفي الفلوس ديالها. القصة ديال سارة كتعكس واقع بزاف من شباب جيل الزيد. النظام ما مساعدهمش، ولكن عندهم طرق جديدة باش يعيشوا ويستثمروا في مهاراتهم. الجزء الخامس الإحصائيات. 60% من الجيل الزيد كيبغيو يكونوا مستقلين ماليا بلا ربط طويل بالوظيفة التقليدية. 70% كيشوفوا العمل عن بعد مهم باش يكون عندهم توازن الحياة. 50% كيقولوا أنهم مهتمين بالمشاريع الرقمية أكثر من الوظائف التقليدية. هاد الأرقام كتأكد أن جيل الزيد ماشي كسول، بالعكس هو جيل كيبغي الحرية والإبداع. الخلاصة من هذا الشيء كامل، المشكل ماشي في الجيل، المشكل في النظام اللي ما تأقلمش مع القيم الجديدة. جيل الزيت عنده أفكار، طموح وطرق جديدة باش يحقق النجاح. النظام اللي ما تغيرش هو اللي غادي يخسر في الأخير. قولوا لي في الكومنتير واش كتظنوا جيل الزيت كسول ولا النظام اللي مخليه يهرب من العمل؟ وإلا عجبك التحليل الاقتصادي والاجتماعي بطريقة بسيطة بالدارجة، دير لايك وسبسكرايب باش نبقاو نفكوا الاقتصاد والمجتمع مع بعضياتنا.